السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خاطرة إيمانية جديدة. إيه اللي بيحصل أول دقيقة بعد خروج الروح؟ ويا ترى هتعمل إيه؟ وجاهز للدقيقة دي ولا لأ؟ الدقيقة دي محدش بيحكي عنها، لأن مفيش حد رجع منها علشان يوصفها، لكن هي أخطر لحظة في حياتك كلها. الدقيقة اللي بتفصل بين الدنيا والآخرة، بين الصوت اللي بيضحك والصمت اللي ملوش رجوع. تخيل كده، كل حاجة حواليك ماشية زي ما هي، بس انت خلاص خرجت من اللعبة. كل اللي كنت بتجري وراه اختفى، وكل اللي كنت بتأجله بقى واقع قدامك. الدنيا وقفت بالنسبة لك، بس الحقيقة بدأت. ايدك اللي كانت بتتحرك سكنت، وعينك اللي كانت بتلمع اتجمدت. بس الغريب انك لسه سامع، بس مش قادر ترد. شايفهم بيعيطوا عليك، بس خلاص انت في عالم تاني. الدقيقة دي هي بداية النهاية وأول لحظة للخلود، وهي اللي بتكشف مين كنت فعلا، مش مين كنت بتقول إنك عليه. وقبل ما نبدأ رحلتنا، حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وقول لي في الكومنتات وبصراحة، هل فكرت قبل كده في اللحظة دي؟ أول دقيقة بعد موتك وهتبقى عامل إزاي؟ ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي لحظة خروج الروح. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم كالشمس. يعني الروح لما تبدأ تخرج بتحس إن كل حاجة بجسمك بتتسحب ببطء. اللحظة دي مش لحظة ألم جسد، ده ألم فراق الدنيا، فراق الأحباب، فراق كل حاجة كنت فاكرها ثابتة. المؤمن بيشوف نور وريحة طيبة ووجوه من الرحمة حواليه. أما اللي عاش في غفلة والعياذ بالله فبيشوف وجوه سودة وبيشم ريحة ما بيطيقهاش قلبه. ساعتها خلاص مفيش رجوع، انتهى وقت الاختيار. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو بيموت كان وشه منور كأنه شايف حاجة عظيمة، وقال وهو مبتسم: مرحبا بهذه الوجوه، وجوه ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم خرجت روحه في هدوء وسكينة كأنها طير بيرجع لعشه. الناس حواليه بكوا، بس هو كان بيضحك لأنه شاف النهاية اللي عاش طول عمره يستعد علشانها. دي مش قصة، دي نتيجة حياة كلها إخلاص. في شاب في أوائل الثلاثينات كان تايب جديد، ما كملش سنة على التزامه. في يوم الجمعة بعد ما صلى راح البيت وفتح المصحف وقرأ صفحة واحدة بس، مفيش غيرها. بعدها سقط ومات وهو ماسك المصحف في ايده. وشه كان مبتسم، والناس اتكلمت عنه بالخير، وكل اللي كان يعرفه قال كان راجع لربنا بصدق. يا ترى لو متنا النهاردة وشنا هيضحك ولا هيترعب؟ واللي عايز اقوله لحضرتك، الدقيقة دي جايالك مهما كنت ومفيش مفر منها. الفرق الوحيد بين الناس هو هتكون نهاية راحة ولا وليعاذ بالله نهاية حسرة. عيش دلوقتي بطريقة تخليك لما تموت تبتسم. اللي يعيش مع ربنا بيموت في حضن الطمأنينة. ابدأ النهاردة مش بكرة، لأن يمكن الدقيقة دي أقرب مما تظن. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الدقيقة الأولى بعد الموت، رؤية ما بعد الغطاء. قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. أول ما الروح بتخرج الغطاء بيتشال، وتشوف اللي عمرك ما شفته، وتسمع اللي البشر ما يقدروش يسمعوه. يمكن تلاقي نور وملايكة وراحة، ويمكن والعياذ بالله خوف وانقباض وظلمة. المؤمن بيحس كأنه رجع للحضن اللي كان دايما بيدور عليه. أما الغافل يحس إن الأرض بتضيق عليه وهو لسه ما تحطش فيها. في راجل كان بيغسل الأموات من 30 سنة، قال مرة في جنازات كانت ريحتها مسك
ووشها مرتاح كأنها نايمة، وفي جنازات كنت أتمنى ما أشوفهاش تاني من الرعب اللي شفته في ملامحها. قال اللي عاش طيب مات طيب، واللي عاش مدبر بيمشي بخوف. الموت ما بيكذبش، والمشهد ما بيتجملش، كل واحد هيبعت على ما مات عليه. واللي عايز اقوله لحضرتك، انت دلوقتي بتكتب اول مشهد بعد موتك، بصلاتك، بذكرك، بذنوبك، بصلاحك. كل خطوة ليك دلوقتي هي اللي هتبني المشهد. اختار تكون من اللي اول دقيقة ليهم نور ما بعده ظلمة، لان مفيش اعادة ومفيش فرصة تانية. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي البرزخ، باب انتظار لا يفتح إلا مرة واحدة. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. بعد خروج الروح وانكشاف الغطاء بتدخل عالم ما فيهوش سنين ولا دقايق، فيه انتظار بس. المؤمن يرى مكانه في الجنة فيقول يا رب عجلها، أما الغافل وليعاذ بالله فيرى مقامه في النار ويقول يا رب لا تقم الساعة. عملك هو اللي بيكمل معاك، مش الناس ومش المال ومش الأسماء. شاب مات فجأة في حادث، كان معروف ببره بوالديه. أصحابه حكوا إنهم شافوه في رؤية بعدها بأيام، قال لهم أنا بخير، والله أنا بخير، دعاء أمي منور قبري. ما أخدش معاه فلوس ولا شهرة ولا إنجازات من الدنيا، اللي نفعه دمعة أم صادقة ودعوة في جوف الليل. هو ده اللي بيبقى، والباقي كله بيختفي. واللي عايز أقوله لحضرتك اعمل عمل يبقى بعدك، ما يموتش بموتك. اسأل نفسك لو مت النهاردة مين هيدعي لي؟ مين هيترحم عليا من قلبه؟ خلي ليك أثر، خلي ليك صدقة، علم، كلمة خير، علشان البرزخ طويل وانت محتاج زاد. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، كلنا هنعدي من الباب ده مهما طال الطريق. في يوم جسمك هيسيب الدنيا والناس هتمشي وتسيبك، بس عملك مش هيمشي، هيفضل قاعد معاك في القبر شاهد وأقوى دليل. اعمل للحظة اللي هتشوف فيها الملكين، اعمل لليوم اللي هيتقفل فيها عليك التراب وتفضل روحك لوحدها. لأن النجاح مش إنك تعيش، النجاح إنك تمشي لله وتعيش لله وتموت لله، علشان تلقى الله وهو راضي عنك. وأخيرا أدعو الله اللهم اجعل قلوبنا لك خاشعة، وأيامنا لك طاعة، وخواتمنا خيرا مما مضى. اللهم هون علينا سكرات الموت، واغفر لنا يا رب قبل الفوت، وارزقنا يا رب لحظة خروج روح هادئة مطمئنة، واجعل يا رب قبورنا نورا وبركة وسكينة، وابعثنا يوم القيامة ووجوهنا بيضاء مثل الفجر، واجعلنا يا رب ممن تقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم يا رحمن يا رحيم اجعل آخر أيامنا أجملها، آمين آمين يا أرحم الراحمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات وقول لي وبصراحة لو دي آخر الليلة هتكون ليك في الدنيا هتعمل فيها ايه؟ جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.